احسن يوسف وتحيه الناس ديال زوم. تحيه لخويا يوسف. تحيه لمول والكاميرامان. الله يحفظك اخويا يوسف، الله يكبر بيك، وشكرا الناس ديال زومي. خويا يوسف من الكبار اللي كيكبر بينا. شكرا. السلام عليكم زومي، حاضرين واجدين، احلى جمهور، تبارك الله عليكم. انا سعيد جدا لاني السنه هذه المره الثانيه، الدوره الثانيه ديال المهرجان، انني نكون معكم الفنان سيد عبدو رئيس النقابه ديال الفنانين. سعيد جدا انني نكون قدام هذا الجمهور الكبير اللي حج للزومي من جميع المناطق القريبه. الزومي جمهور زومي، ام قريصات، سيدي رضوان، شكون اخر؟ بوقرة، بني زروان، بالقرب بوقرة، بقرة. تبارك الله عليكم، تبارك الله عليكم. إذا احتفاء بعيد الشباب المجيد، تنظم جمعية الزهور بمركز زومي بشراكة مع جماعة زومي إقليم وزان مهرجان زومي في دورته الثانية تحت شعار السياحة الجبلية بقبيلة بمصارة، رافعة للتنمية البشرية وصون للتراث الثقافي. مهرجان زومي موعد يجمع بين عبق التراث ومتعة الحاضر من خلال سهرات فنية متميزة يحييها فنانون محليون ووطنيون. مهرجان زومي هو مناسبة للقاء الجمهور بالفن والفنانين واستحضار لقيم التضامن والانتماء، وفرصة لاكتشاف جمال المنطقة وثقافتها الأصيلة. مرحبا بكم جمهور زومي في الدورة الثانية لمهرجان زومي. هذا المهرجان اللي دار ليكم ومن أجلكم، فالتصفيقات عليكم أولا، لأن نجاح أي مهرجان نجاح بانضباط الجمهور، وانتم كما وعدتونا وكما عهدتونا في الدورة الأولى كنتم منضبطين وكنتم أحسن جمهور، وهذه السنة إن شاء الله غتكونوا أحسن جمهور. وزومي إن شاء الله غادي يكون عندها واحد الإشعاع كبير جدا بفضل انضباط ديالكم ونجاح هذا المهرجان. سمعوني شي تصفيقات عليكم كاملين. خير ما نفتتح به السهرة الأولى من فعاليات الدورة الثانية لمهرجان زومي، أدعو الجميع للوقوف إجلالا لسماع النشيد الوطني المغربي الذي يجعلنا مفتخرين بانتمائنا لهذا البلد تحت شعار الله الوطن. أدعو الجميع للوقوف وسماع النشيد الوطني. كل شيء يغني معنا، بغيت نسمع الأصوات ديالكم جميعا. يلا منبت الأحرار أشرق الأنوار، منتدى السؤدد وحماه، كنت منتدى وحماه، عشت في الأوطان للعلا عنوان، ملء كل جنان، ذكرى كل لسان، بالروح بالجسد هب فتى لب نداء، في فمي وبدم هواك ترى ونار. إخوتي هيا للعلا سعيا، نشهد الدنيا أننا نحيا.
بشعار الله الوطن الملك. إذا على نغمات النشيد الوطني نرحب بكم في الدورة الثانية لمهرجان زومي الذي تنظمه جمعية الزهور بمركز زومي بشراكة مع جماعة زومي إقليم وزان. هنا حيث يلتقي الفن الأصيل بالعروض الساحرة، هنا حيث تصدح الأصوات في سهرات فنية متميزة وتدوي نغماتها بين جبال الريف. زومي اليوم تلبس حلة العيد وتفتح ذراعيها لكل الحاضرين من قريب ومن بعيد، فلنصفق معا ولنحتفل سويا ولنجعل هذه الليلة بداية لأحسن الذكريات. وقبل أن نبدأ أجواء الفرح والاحتفال لا بد أن نقف جميعا لنقدم تحية تقدير واحترام لجنود الخفاء الساهرين على أمننا وسلامتنا. شكرا للدرك الملكي على جهودهم وتفانيهم في حماية المواطنين وتأمين الفضاءات. شكرا للقوات المساعدة على حضوركم الدائم ويقظتكم العالية. شكرا للوقاية المدنية على جاهزيتكم وتدخلاتكم السريعة لحماية الأرواح. أنتم فخرنا وسندنا، وبفضلكم نستمتع اليوم في هذا المهرجان في أمان وطمأنينة، فلنصفق لهم جميعا. وما ننسوش كذلك لا يفوتنا أن نوجه الشكر قبل أن نواصل رحلة الفرح والإبداع في مهرجان زومي. نود أن نخص بالشكر والتقدير مجموعة من الأعمدة التي استند إليها نجاح هذا المهرجان. نبدأ الشكر الجزيل إلى السيد عامل إقليم وزان الذي كان سندا قويا ودائما لكل المبادرات الثقافية والفنية في منطقتنا، وحرصه الدائم على النهوض بالشباب والارتقاء بهذه المنطقة الحبيبة. كما نتقدم بعظيم الامتنان للسيد رئيس جماعة زومي السيد محمد حويط البرلماني للمنطقة الذي بذل جهودا كبيرة لضمان تنظيم هذه التظاهرة وبأفضل صورة ودعم كل خطوة من خطوات نجاح هذا المهرجان. وأدعو السيد رئيس جماعة زومي السيد محمد حويط في كلمة تصفيقات حارة. السيد محمد حويط هذا الرجل اللي الباب ديالو المكتب ديالو مفتوح لجميع الساكنة وكيسهر على باش يفرحكم، لان هذا المهرجان راه ماشي دير سي الرئيس دير عرس لبنته ولا رئيس الجمعيه دير العرس لولده. هذا المهرجان ديروني لكم نتوما، وهذا السيد راه بغى يفرحكم ويستاهل كل خير. وتصفيقات كبيره على محمد حويط. شكرا سي عبدو. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السيد باشا رئيس دائرة زومي المحترم، السيد النائب البرلماني المحترم، السيد رئيس جماعة مقرصات المحترم، السيد رئيس جماعة تبودة المحترم، السادة أعضاء المجلس الإقليمي المحترمين، السادة أعضاء الجماعات الترابية التابعة لإقليم وزان المحترمين حاضرين معنا، السادة أعضاء مستشارين ومستشارات الجماعة الترابية زومي المحترمين، السيد رئيس مركز الدرك الملكي بزومي، السيد قائد قيادة قلعة بقرة وقائد قيادة زومي بالنيابة، السادة المديرين المؤسسات التعليمية، السادة رؤساء جمعيات المجتمع المدني، السادة الحضور الكريم كل واحد باسمه وصفته. أولا أتقدم بالشكر الجزيل للداعمين لهذا المهرجان، وأخص بالذكر السيد وزير الداخلية المحترم
الذي أبى إلى أن يدعم المهرجانات في كل ربوع المملكة طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ثانيا أشكر وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، كذلك أشكر جهة طنجة تطوان الحسيمة، وأشكر وكالة تنمية أقاليم الشمال، وأشكر وزارة الشباب والثقافة والتواصل. صراحة قبل ما نبدأ الكلمة ديالي أتوجه كذلك بالشكر الجزيل لرجال الدرك الملكي اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير لتأمين هذا المهرجان لكي يمر في أجواء يطبعها الهدوء والسكينة والرفاهية والطمأنينة لكل الحضور. كذلك أتوجه بالشكر الجزيل للقوات المساعدة وكذلك الوقاية المدنية وأعوان السلطة باختلاف درجاتهم، وأشكر كذلك المواقع التواصل الاجتماعي الحاضرين معنا على دعمهم ومساندتهم وتغطيتهم لهذه الأحداث. سكان جماعة زومي الأعزاء ذكورا وإناثا، شيبا وشبابا، مرحبا بكم في بلدكم ومرحبا بكم في هذا العرس الثقافي بمهرجان الثاني في نسخته الثانية تحت شعار السياحة رافعة للتنمية بقبيلة بني مسارة وصون للموروث الثقافي. احنا كنا معكم في العام اللي داز في مهرجان في نسخته الأولى. النسخة الثانية هي دليل على أن النسخة الماضية كانت ناجحة، ولو كان النسخة الماضية ما كانتش ناجحة ما يمكنناش نديروا النسخة الثانية. هذا كما قلت لكم في السابق، أنا نزيد نكرر لكم هذا الفلوس ديال المهرجان اللي كنعطيهم وزارة الداخلية أو لا القطاعات الحكومية اللي هضرت عليها كامل والمجالس المنتخبة، هما كيجيون المهرجان، راه ما غدير بهم لا ماء ولا طريق ولا ماء ولا ضوء، كيجيو المهرجان، إما غدير المهرجان إما ما غتستافدش منه. والدليل على هذا الإخوان ديال رئيس جماعة المقرصات راه حاضر. عام الأول كما درنا حنا المهرجان ديال السنة الماضية عطاونا الدعم كما كنهضروا عليه دابا. الإخوان ديال جماعة المقرصات ما كانش يستطيعوا باش يديروا الموسم اللي داز، ما داروش المهرجان، بمعنى هذا المهرجان اللي داروا دابا في هذا الأسبوع الماضي داروه بالفلوس ديال العام اللي داز، وهذا العام ما خداوش هما الدعم. علاش؟ لأن هذيك المهرجان الفلوس كيجيو من ذاك السنة هذه، بمعنى الا ما درتيش المهرجان في هذه السنة هذه العام الجاي ما غيعطيوكش، راه ماشي كيبقاو كيتجمعوا. إما غدير المهرجان كيقول له إما اشطح إما خلي الموزن ماله. نيشان هذه ما فيها شيء الفلوس غتقي بهم او لا غيعطيو لك الماء غتقي بهم الضوء ولا غتقي بهم شي حاجه اخرى. هذا جاون المهرجان كيتصرفوا في المهرجان، اما غدير المهرجان اما ما غتاخذ شيء. انا صراحه جيت سعيد لان هذا المهرجان عنده واحد العدد ديال الاهداف الاولى هو اهداف اقتصاديه، كما كتشوفوا واحد العدد ديال الرواج الاقتصادي كيوقع في المركز. ثانيا اهداف تعريفيه، لان بحال عدد الناس كيعرفوا زومي من خلال المهرجان، مواقع التواصل الاجتماعي، كاين اذاعات، كاين واحد العدد كاين الانسان خارج ارض الوطن كيعرفوا زومي فيجات من خلال المهرجان، كيبقاو يسولوا فين هذا زومي. بمعنى هذا المهرجان عنده واحد العدد الادوار. اولا كالناس التعريف بالمنطقه، ثانيا بيع المنتوجات، ابراز المنتوجات المجاليه والمنتوجات الفلاحيه ديال المنطقه، كذلك الرواج الاقتصادي، وكيخلق كذلك واحد النوع ديال الترفيه، لان كنعرف انا واحد العدد الناس ما عندهمش الامكانيات باش يطلعوا للمضياق ولا يمشيو للبحر ولا هذا. حنا كنحاولوا على قدر الامكانيات ديالنا نوفروا لهم ونجيبوا لهم ولو بديك الشيء البسيط وبالامكانيات البسيطه باش كنخلقوا واحد النوع ديال الترفيه، واحد النوع ديال الرواج، واحد النوع ديال كنحيدوا ديك الركود.
لان الانسان كيدوز العام كله هو جالس وهو خدام هو هذا، كتجي الفرصه هذه فين يبدلوا شويه الجو ويتلقاو مع بعضهم ويتواصلوا مع بعضهم. هذه هي راه صراحه كل شيء عنده الدور ديالو، والمهرجان الادوار ديالو شتى، وزياده على الادوار السياحيه لان كيعرف المنطقه من الناحيه السياحيه. كما جا الشعار ديال المهرجان هو السياحه الجبليه، لان حنا المنطقه ديالنا كتسخر بواحد العدد المؤهلات الطبيعيه اللي خصنا نستثمروها في المجال السياحي، ولكن بكل صدق ما كنستثمرش بالشكل المطلوب. لحد الساعه نطلبوا على الله في المستقبل باش يكون واحد الاستثمار بهذا الموروث الثقافي وهذه المعطيات السياحيه بالشكل المطلوب باش ترجع بالنفع على المنطقه ديال زومي. كما كتعرفوا انا ما ندخلش معكم في الحصيله وهذا زومي اللي فيها راكم كتعرفوه كيفاش كانت كتعرفوها وكيفاش رجعت كتعرفوها. انا اللي كنوعدكم امام الله بان زومي بحول الله غتعرف واحد الطفره ديال التنميه لم يسبق لها مثيل في جميع المجالات وفي جميع مناحي الحياه، لا في البنيه التحتيه ولا في الرياضه ولا في الطرق ولا في واحد العدد الامور. بحول الله من دابا سنه غادي تغير الوجه ديال زومي واحد التغيير جذري، واللي غيعيش راه غيشوف. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا سيد الرئيس. كذلك لا يفوتنا في هذا المقام أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للسيد عبد الله المصباحي رئيس جمعية الزهور مركز زومي، ولجميع أعضاء المكتب الساهرين على تنظيم هذا المهرجان الرائع. لقد كانت جهودكم المباركة. اسمح لي واحد الكلمة، خصني بالضرورة ومن واجب ومن الاخلاق باش نشكر رئيس جمعيه الزهور على التنظيم ديالو هذا المهرجان، لان ما شكرتوش بالشكل المطلوب. خصني نشكرو ونزيد نشكرو لان كيبذل واحد المجهود كبير لخلق هذه الفرجه وخلق هذا المهرجان في النسخه الثانيه، وهذا الشيء راه ماشي سهل. وكذلك كنشكر اللجنه المنظمه وكل الساهرين على تنظيم هذا المهرجان بهذا الشكل هذا. راه ان هذا الشيء راه ماشي سهل، كل حاجه راه عندها ثمن، وراه ماشي سهل باش ننظم مهرجان بهذا الحجم هذا. راه هادشي راه ماشي سهل، ولكن كل واحد كيتخلص من النيه ديالو. وشكرا. شكرا. اذا دائما ونحن نشكر جمعيه الزهور. لقد كانت جهودكم المباركه وتفانيكم في العمل السبب الرئيسي وراء نجاح هذه التظاهره الفنيه وجعلها تجربة لا تنسى لكل الحضور. شكرا لكم على كل لحظة تعب وسهر، وعلى حسن التنظيم وروح الفريق التي أظهرتموها والتي كانت واضحة في كل تفاصيل المهرجان. فأنتم بحق قلب هذا الحدث وروحه، وبدونكم لما تحقق هذا النجاح. أدعو تحت صفقاتكم رئيس جمعية الزهور عبد الله المصباحي في كلمة للجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين. أولا وقبل كل شيء أود أن أتوجه بالشكر إلى عامل صاحب جلالة الوزان وسيد رئيس جماعة زومي ولي المجلس بصفة عامة، والسيد رئيس الدائرة المحترم سيد قائد قيادة بقوة المحترم، سيد خليفة قائد قيادة زومي المحترم، سيد النائب البرلماني الموزن سي محمد الشهاب المحترم، سيد رئيس جماعة تابوت المحترم، سيد رئيس جماعة
المقايس المحترم السيد قائد مركز التراب الإدراك الملكي بمركز زومي وكل العناصر الأمنية والقوى المساعدة والقوى المدنية وأعوان السلطة بدون استثناء. أما بعد فالحمد لله الذي جعل جبالا أواصر وعليها ترسل الجمام والسياحة رافعة للتنمية وصولا للتراث. ويسعدني أن أفتتح النسخة الثانية من المهرجان زومي الذي سيقام خلال الفترة ما بين 13 إلى 16 غشت الجاري في جامعة زومي تحت شعار السياحة الجبلية بقبيلة بني مسارة رافعة للتنمية البشرية وصون التراث الثقافي. هذا المهرجان يجمعنا اليوم لنحتفي بالسياحة الجبلية وتراثها الغني، وأتمنى أن يكون فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز السياحة الجبلية ويساهم في تنمية المنطقة وصون تراثها. كما أتمنى أن يفتح هذا الحدث آفاقا جديدة للتعاون بين مختلف الأطراف المعنية من أجل تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. أن السياحة الجبلية تمثل رافعا هاما للاقتصاد المحلي، كما إنها فرصة لتعزيز التفاهم الثقافي والتواصل بين الشعوب. ومن خلال هذا المهرجان نهدف إلى تسليط الضوء على الجمال الطبيعي والتراثي والثقافي الغني للقبيلة بني مسارة وتعزيز السياحة المستدامة في المنطقة. كما أشكر كل مساهمة في تنظيم هذا الحدث من منظمي المهرجان إلى المشاركين وزوار. أهلا بكم جميعا في هذه الفعالية الرائعة التي تجعلنا حول حب السياحة والتراث. والسلام عليكم. قالوا لك يطيحوا لك. ها شكرا سي عبد الله المصباحي. كما لا يفوتني من الشكر كذلك تحية شكر وتقدير وإجلال لكل المنابر الحاضرة معنا اليوم في مهرجان زومي. أنتم الجسر الذي يربطنا بالجمهور في كل مكان، أنتم العين التي تنقل الصورة والكلمة واللحظة الجميلة. باسم اللجنة المنظمة وباسم ساكنة زومي وباسم كل الفنانين والمبدعين نقول لكم شكرا على دعمكم، شكرا على مواكبتكم، شكرا لأنكم دائما معنا في المواعيد الكبرى. نرفع لكم القبة ونصفق جميعا لجميع المنابر الإعلامية اللي حاضرة معنا، اللي كتنقل لايف باش المغرب كامل عبر الفيسبوك عبر التيك توك كيتفرجوا في هذه السهرة هذه. وبفضل المنابر الإعلامية المغاربة كاملين كيعرفوا هاد المدينة الجميلة وهاد المنطقة ديال زومي. أنا أصلا ما كنتش كنعرفها، ولكن ملي جيت وعرفت الناس ديالها وعاشرتكم هذه واحد السنة اللي فاتت واليوم أنا حاضر معكم. غادي نشوف واش الجمهور مستعد ولا بدا ينعس. كثرنا عليكم الهضرة واقيلا ياك. لق فراجة زومي لق فراجة واجدين واجدين ام خريصات القرة الزروال سيدي رضوان كلكم حاضرين. إذا على بركة الله سيداتي أنساتي سادتي نفتتح سهرتنا هذه الليلة مع واحد الفنان هو ابن المنطقة، ودائما زومي وزان ما كتنساش أبناء المنطقة، ومهرجان زومي دائما كيعطي فرصة لأبناء المنطقة باش يلتقيوا مع الجمهور ديالهم في المهرجان ديالهم. أحلى لقاء أجمل لقاء غادي نعيشوه مع رضا المساري، فنان جميل، فنان مبدع، فنان موهوب، غادي نعيشوا معاه لحظات ممتعة. رضا المساري
الخير على الزومي. صراحة أنا فرحان اليوم لأن صار السيد الرئيس السي حويط، السيد الرئيس صباحي، والدرك الملكي، القوات المساعدة والوقاية المدنية، وكاع اللي ساهرين على إنجاح هذا الحفل الجميل والكبير اللي في الزومي. وناس الزومي صفقوا لنا على راسكم وليلة كبيرة هذه. سلمي دائما والعائلة. الله الشعب الرقيق العزيز الغالي. سلام الله عليك موينتي. الله الله اللي عزيز عليه الوالده ديالو يعطينا يديه، يعطينا يديه. الله الله يا احلى ناس الصومي. حجاب الله عليك موينتي، انا بخير وعلى خير، انا بخير الوالده وعلى خير. يلا قول معايا. اسلام الله عليك موينتي، سلام الله عليك موينتي، انا بخير وعلى خير. أنا بخير يا الوالدة وعلى خير. سلام الله عليك مويتي، سلام الله عليك مويتي، أنا بخير وعلى خير، أنا بخير وعلى خير. أسلام الله عليك يا مويتي، شوف الله عليك. أنا بخير وعلى خير، أنا بخير يا زومي وعلى خير. الله الله عليك مويتي، أصحابي العزاز. الله الله عليك مويتي، أنا بخير وعلى خير، وأنا بخير وعلى خير. أنا بخير وعلى خير، وأنا بخير. أصبر الحبيبة لا تمكيشي، أصبر الحبيبة لا تمكيشي. قلبي طيب ملايا ولا تزيدني شي، قلبي طيب ملايا ولا تزيدني شي. سلام الله عليك مويتي، سلام الله عليك مويتي، أنا بخير وعلى. صومي كاينين حطوا ناديكم يديكم. الله يا احسن الصومي. يلا قول. وسلام الله زين، سلام الله.